الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأشياء الغريبة في عالم اليوم، العالم المتلاطم في مشرقه ومغربه، دعوى الغرب الكبرى أنه يدعو إلى حقوق الإنسان وإلى الحرية وإلى المساواة وإلى العدالة إلى آخره. وهذه الدعوة للأسف الشديد يتأثر بها كثير من المسلمين، ويظنون أن الغرب صادق في هذه الدعوة، خاصة مع كثرة الدعاية التي يبثها أذناب الغرب من العلمانيين في بلاد المسلمين. فتجد تأثير مثل هذه المقالة شديدا على كثير من الناس ممن لم يفقه ما يجري حق الفقه ويتابع ما يجري من خلال أحداثه ووقائعه المحددة. وأنا أشير في هذه العجالة إلى هذه المسألة، وهي دعاوى الحرية وحقوق الإنسان في بلاد الغرب. هذه الدعوة من خلال التأمل في هذا الواقع نجد أن الغرب الصليبي إنما يريد هذه الحقوق لبني جنسه، فالحقوق والضبط والانضباط وغير ذلك كل هذه الأشياء إنما هي للإنسان الغربي وفي بلاد الغرب. والدليل على ذلك أنك إذا نظرت إلى تعامل الغرب مع غيرهم من الأمم الأخرى وعلى رأسها أمة الإسلام، تجد أن هذا الغرب لا يبالي لا بحقوق الإنسان ولا بما يدعو إليه من الحرية ونحو ذلك. انظر إلى الذي يجري اليوم في أحداث بلاد المسلمين، كيف أن الغربية سواء كان صغير المقام أو وضيع المقام في بلاد الغرب تجده منضبطا في تعامله مع قوانينه وأنظمته، في تعامله حتى مع أبسط ما يجري من قضايا المرور وقضايا التعامل ونحو ذلك. لكن هؤلاء متى ما انتقلوا إلى بلاد أخرى تتغير هذه الصورة، لأنهم لا يعترفون بهذه الحقوق بالنسبة للبلاد الأخرى. أن حقوق الإنسان إنما هي للرجل الغربي وفي بلاد الغرب، بل في أي مكان يكون فيه هذا الغربي. أما ما عداهم من الشعوب والأمم الأخرى فلا حقوق لهم البتة. ولهذا تجد الشخصية السياسية أو حتى الجندي أو حتى غيرهما، تجد مثل هذا الشخص منضبطا بأنظمة بلاده في بلاده، لكنه يكسر هذه الأنظمة في أي مكان كان فيه من العالم. فتجد مثلا كيف تعامل الغرب مع المسلمين في أفغانستان ومع المسلمين في العراق، ويتعاملون في هذه الأيام مع المسلمين في مالي. انظر إلى كيف يتعاملون، انظر إلى الذي يجري في مالي. يجري تقتيل المسلمين، تقتيل كل من يمت إلى الإسلام وإلى العرب بصلة، والغرب هو الذي يهيمن ويغطي على ذلك. وأكبر فضيحة معلومة هذه لن تحدثت عنها وسائل الإعلام هي أن فرنسا رفضت دخول وسائل الإعلام إلى مالي. السؤال الكبير: لماذا رفضت أن تدخل وسائل الإعلام إلى مالي؟ لأنها فضيحة، وستكون هذه الفضيحة حتى لهم في داخل شعوبهم في فرنسا وفي غيرها من الدول الغربية. السؤال الكبير: أين هذه الدعوة التي يدعيها هؤلاء بثقافتهم من قضية أنهم إنما يريدون الحقوق لهذا الإنسان والحرية وأن يختار ما يشاء ونحو ذلك؟ أنا أقول هذه فضيحة عالمية. ولهذا تجد نماذج ذلك: الجندي يكون منضبطا في أمريكا وفي أوروبا، فإذا ما ذهب إلى بلاد أخرى صار قاتلا سفاكا لا ينضبط بضوابط. وتحول هذا الجندي أيضا أحيانا إلى لص يسرق من البيوت الدريهمات القليلة. إذن
ما سر هذا الأمر؟ نقول سر هذا الأمر إن هؤلاء ربوا هناك تربية عنصرية، إذن هي ثقافة غربية ليبرالية متعالية على غيرها من الأمم، وهذا ما ينبغي أن يفضح عالميا وعلى مستوى العالم من أوله إلى آخره. ولهذا نحن نقول لشبابنا يجب عليهم يخدعون، كن عاقلا، أدرك، صحيح هم في بلادهم في انضباط، لكن انظر ماذا يصنعون في البلاد الأخرى، انظر ماذا يصنعون في إخوانك من المسلمين وفي بلاد المسلمين، تجد التناقض التام فيما يدعونه من حقوق. أيها الإخوة في الله، إن الإسلام على الضد من ذلك، إنه يبني الإنسان الصالح، يبني المؤمن الصالح في أي مكان كان، سواء تعامل مع أقرب المقربين إليه أو أبعد الأبعدين. إنه الإسلام الذي يربي التربية الحقيقية. أما الثقافة الغربية فهي ثقافة عنصرية. أسأل الله أن يوقظ قلبي وقلوبكم، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.